بقولك ايه؟ تعالى ندعي مع بعض في ليلة الجمعة بدعاء لزيادة الرزق. دعاء من أعظم الأدعية اللي انت ممكن تدعي بيها. ومش بس كده، ده أنا كمان هقولك على ذكر تقوله والله العظيم بيحقق المعجزات، وده عن تجربة شخصية. بس في الأول تعالى نبدأ بالصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان نستغفر ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعدها ادعي معايا وقول: يا رب، إن كان رزق في السماء فأنزله، وإن كان رزق في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرا فكسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب العالمين. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغنني بطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم افتح لي ما أغلقته ذنوبي من أبواب رزقك. اللهم يا رزاق السائلين يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك يا الله، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات. اقضي حاجتي وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. أنا وكل من قال آمين وصلى على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان عمل شير للفيديو ده بنية إن تعم الفايدة لكل الناس. ادعي كتير، ادعي بكرة يوم الجمعة، وكلنا عارفين إن فيه ساعة مستجاب فيها الدعاء. ادعي على قد ما تقدر، وخاصة بعد صلاة الجمعة. وبعدها اعمل كل اللي هقولك عليه دلوقتي حالا. والله العظيم ان دي من المجربات اللي انا شخصيا حققت لي حاجات كتيرة جدا انا ما كنتش اتخيل انها ممكن تتحقق. بس المهم انك تبقى على يقين ونيتك قوية، وبعد ما تقولها اسعى في الارض وانسى كل اللي انت طلبته، والله العظيم هتتفاجئ بعطاء ربنا ليك من حيث لا تحتسب. اول حاجة، تقعد وتجيب سبحتك وتصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 100 مرة. وبعدها تقرأ سورة الإخلاص 100 مرة، واختم بإنك تقول: اللهم أكفاني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك 70 مرة. بعد ما تقول دول تنسى كل اللي انت قلته، وتنسى اللي انت بتطلبه، واسعى وخد بالأسباب. والله لو عملت كده بنية ان انت ربنا يحقق لك حاجة انت محددها وناويها، والله اللي ربنا هيحققها لك ايا كانت هي ايه. حتى لو كانت كل الاسباب اللي حواليك بتقول لك مستحيل ومش ممكن توصل لها، اعملها وانت من جواك ثقة ويقين ان رب الاسباب هيسخر لك كل الاسباب والاحداث والاشخاص اللي هيساعدوك في انك تحقق هدفك وتوصل له. وبعدها ابقى ما تنسانيش من دعائك، وادعي لي دعوة حلوة بسهر الغيب. دمت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد استفدت من الفيديو. يا ريت بقى تفيد غيرك وتعمل لايك وشير عشان كل الناس تستفيد، وان شاء الله ربنا يستجيب منك دعائك ويحقق لك ما تنوي وما ترجو، وكمان تشاركني في الاجر والثواب. احبكم في الله. هدية محمود.